اقسم بالله يا جماعه ما حد مضيع الزمالك غير الناس اللي بيطلعوا على قناه الزمالك وبرنامج زملكاوي. كابتن خالد الغندور طالع بيهدد النادي الاهلي ومصر كلها علنا. بس قبل ما نقول التفاصيل، لو انت بتشاهدنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، ولو انت بتتابعنا على تيك توك يا ريت تعمل متابعه ولايك للفيديو. كابتن خالد الغندور امبارح طلع هو وشويه الاجاريه اللي معاه في قناه الزمالك اللي بياخدوا بال60 وال70 الف على قفا نادي الزمالك اللي هو ما فيهوش فلوس اصلا، يهددوا النادي الاهلي بالفيفا وبيهددوا الناس في مصر بالفيفا. طب انا عايز اقول لكم ان اقسم بالله نادي الزمالك ما يقدر يقدم ورقه واحده للفيفا، لان اساسا اللي اخترع لنا موضوع المحاكم ده هو رئيس الزمالك ونادي الزمالك. كابتن خالد الغندور عمال يسخن في اللي حواليه وقالها في الحلقه 50,000 مره، لدرجه اللي هو بيقول ايه بقى؟ هنطلع فاصل وبعدين نرجع نتكلم في موضوع الفيفا. هددتنا احنا كاهلاويه، خفنا كده يا كابتن خالد. اولا اساسا انتوا لو رحتوا للفيفا هتودي نفسكم في داهيه، لان الاهلي لما لجأ لمحكمه القضاء الاداري لجأ لها في شيء قانوني خاص بتشكيل لجنه، وليس حاجه متعلقه بفنيات او باللعبه نفسها. لكن انتوا لما رحتوا لمحكمه القضاء الاداري اخر مره دي بس رحتوا علشان قيد لعيبه، يعني لو رحتوا اصلا قدمتوا حاجه للفيفا علشان توقفوا النشاط في الاهلي هتودوا نفسكم في داهيه. ثم عمالين يتكلموا امبارح بقالهم اكتر من ساعه ونص، اللي اسمه ايهاب الفولي ده بيقول خبر عاجل عوده مستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره لاداره الزمالك. اولا يا حبيبي، مرتضى منصور ده مش انت ولا هو اللي هتقول ان هو يرجع لرئاسه الزمالك تاني، لان في حكم محكمه وفي خطابات من وزاره الشباب والرياضه افادت ان هو معزول. تاني نقطة ودي الأهم، إن أساسا مجلس إدارة الزمالك اللي باقيين منه يعني محدش أساسا عزلهم ولا حد أصلا جمدهم، يعني أوريدي هم موجودين. ثم أنا عايز أعرف حاجة تالتة، لما هم طلعوا أبطال يوم الخميس اللي فات في المؤتمر الصحفي العالمي على رأيكم كده، تمام؟ كانوا عملوا ايه؟ كانوا قدموا استقالاتهم ومضوا على الكلام ده على ورق وبعتوه لوزاره الشباب والرياضه وقالوا احنا رافضين وبنقدم استقالتنا ومش هنكمل. لكن كلام الشعارات اللي بيطلع ده عشان تضحكوا بيه على جمهوركم واحنا خلاص مش قاعدين ومش مكملين وعاش الملك ومات الملك، ده تضحكوا بيه على نفسكم بس. واكتر ناس عارفه ان الكلام ده مجرد حوارات واستهلاك للوقت بس وضحك على الدقون هم جماهير الزمالك نفسهم، اللي هم ايه؟ العاقلين. سيبوكم من الشله المتعصبه اللي بتحب الشتيمه في الاهلي والكابتن محمود الخطيب. دول الكابتن محمود الخطيب والاهلي رمز غصب عنهم. ولكن يا جماعه فين المجلس القومي لتنظيم الاعلام؟ يا استاذ كرم يا جبر صح النوم يا جماعه. الفتنه حرفيا بتحصل كل يوم على قناه الزمالك، بيمسكوا مصر كلها والاهلي يدشملوا فيهم كل يوم. انتوا فين؟ ولو جينا بس في قناه النادي الاهلي مره واحده بس ردينا اجمع القناتين تهديد بالايقاف وتهديد بقفل القنوات. طب انتوا فين من اللي بيحصل على قناه الزمالك ده من سفاله وتطاول وقله ادب كل يوم؟ ارحمونا من الاشكال العفشه اللي كل يوم بنشوفها على قناه الزمالك، اللي هم خالد الغندور صانع الفتنه الاول في مصر، معاه ايهاب الفولي الانسان المريض نفسيا، ومعاهم صبحي عبد السلام العبيط، ومعاهم كمان الثالث المطبلاطي رئيس المنظومه الاعلاميه في الزمالك اللي اسمه ايه؟ والله ما انا فاكر اسمه، حتى والله ما انا فاكر اسمه مصطفى جويلي. ارحمونا من الناس دي بجد، لان الناس دي يعني بتضحكنا، والله بتضحكونا وبيصنعوا فتنه بس. طب اقول لكم على حاجه، ابقى عيل لو الزمالك فكر بس ان هو يقدم ورقه واحده للفيفا، ولكنه كله تهديد علشان وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكوره يرجعوا عن قراراتهم. ده كان ملخص الهجص اللي حصل امبارح في حلقه زملكاوي على قناه نادي الزمالك. في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه لو انت بتتابعنا على يوتيوب، ولو انت بتتابعنا على تيك توك ما تنساش تعمل لايك للفيديو برضه ومتابعه للصفحه. السلام عليكم.